الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، لايك ومشاركة. اخواننا الاعزاء، حقيقه مديريه الخدمات الطبيه لا يوجد يعني عمت كتاب قبل فتره في للمستوصفات واقسام الامور الطبيه انه هنالك لا يوجد فقره في القانون تخص انه الوشم ممكن يفشل صاحب الوشم في الفحص الطبي. واركز على هذه النقطه، لا يوجد في القانون اي اشاره الى موضوع انه الوشم ممكن يفشل الفاحص او المتقدم على الكليات العسكريه او فيما يخص وزاره الداخليه او الشرطه وكذا. ولكن الوشم احيانا قد تدل طريقه رسمه او ايحاءاته تدل على مواضيع قد تكون لا اخلاقيه او غير مناسبه لصاحبها. هذا سيكون مؤشرا سلبيا على متقدم بالذات وهي تقدم الى وظيفه عسكريه مبنيه على الربط والضبط. الاخوه في الفاحصين فيما يخص اطباء كان او فحصي بصر دائما يكون هنالك يعني في حقول الفحص الطبي هنالك شرح مفصل للحاله. مثلا هنالك كذا كذا، هناك مثلا زياده بالوزن. احنا كلنا قدمنا للاكاديميه، انا شخصيا واحد من الناس اللي كانوا هنالك لدي زياده في الوزن، اخذت تاجيل 10 ايام. لك تطلب تاجيل؟ هو يؤجلوك يؤجل نعم. ثم ايضا حتى بعد التاجيل في تروح ترشق وترجع. حتى بعد التاجيل، وان كان انه لا يصلح في الوقت الحاضر، هنالك فتره للاستئناف الفحص الطبي. فبالتالي موضوع الوشم هو موضوع فيما يخص انت تعمل اليوم في مؤسسه امنيه تخدم جميع العراقيين، يجب ان يكون العامل بها يعني رجل لا يميل مع هذه الاهواء او مع بعض الاتجاهات الفكريه او بعض الاتجاهات المستورده من الخارج. فهذا هو المقصد الموضوع. وايضا احب ان انبه اخي مقدم مصطفى يعني في نهايه توضيح فيما يخص موضوع الوشم، هنالك عده عيادات ومراكز لازاله هذا الوشم باجهزه متطوره. اليوم احنا تطورنا عن سابقا من خلال هذه اجهزه الليزر، من خلال جلسه او جلستين ينزال. فلا يوجد هنالك السهل. لا يوجد هنالك داعي لاجل انه نسمع انهم مناشدات ومطالب بانه انا ليش يعني حطوا علي مؤشر سلبي او ما قبلت لانه عندي وشم. اخي العزيز، هذا ما لايق بالعمل بالمؤسسه الامنيه. شكرا جزيلا. ونرجو من الجميع انه يلتزم بهذه الضوابط، هو سمعه لك وتفيدك بهذا المسلك. تحياتنا جنابك سيدي، شكرا جزيلا.